السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم وشرفتونا هنا في الموسم الخامس من موسم البحر. الحلقات العملي، الحلقات الكتيرة جدا اللي نزلت على القناة ممكن تروح تشوفها. في حلقات الحمد لله رب العالمين بادئين الموسم قوي في حلقات عملية كتير، ومنزلين برضو محتوى على اليابان عشان الناس لو عايزة تشوف حاجات مختلفة يعني. بس اهم حاجة طبعا تروح تشترك في قناه التليجرام وقناه الواتساب وتشير الحلقه وتشير القناه عشان نوصل بقى لاكبر عدد في الوطن العربي. ده المهم عندنا ان شاء الله باذنك يا رب نحققه. وطبعا تعليق كويس ولايك للموضوع. حلقتنا النهارده على الامارسات سي، هنشرح حته نظريه صغيره جدا وبعد كده هندخل على طول على الحته العمليه. مش هنغطي كل حاجه في الامارسات سي، هنغطيها برده في حلقات الجيم دي سي اس، بس هنتكلم النهارده على البيزكس وازاي تعمل اكتيفيت لكل حاجه. يلا بينا نبتدي، يلا بينا نشوف المقدمه وارجع لي. اهلا بيكم مره ثانيه. حلقتنا النهارده على الامارسات سي، هنشرح حته نظريه بسيطه كده عشان نقرب لك الصوره. الامارسات سي زي ما انت شايف كده في الصوره بيغطي من لات ساوث 70 لحد لات نورث 70، وده المهم عندي. هتلاقي بعض المناطق فوق كده او تحت يعني شويه، ولكن اهم حاجه عندي تخطيط القمر الصناعي. الامارسات سي طبقا للبيزكس بتاعته بيتعامل مع 4 اقمار، الا وهم البي او ار، الاي او ار، الاي او ار ايست والاي او ار ويست. لازم تبقى عارف ايه هم الاختصارات بتاعتهم. الباسيفيك اوشن ريجن، الانديان اوشن ريجن، الاطلنطيك اوشن ريجن ايست، والاتلانتيك اوشن ريجن ويست، زي ما انت شايف كده عندك في الصوره. المناطق بتاعت التغطيه بتاعتها زي ما قلنا من لات 70 للات 70، ده هم الاربعه البيزكس بتوع الامارسات سي. تاني حاجه مهمه جدا لازم تبقى عارفها زي اللي ظهر عندك في الصوره برده، المناطق بتاعت الابحار ومناطق الارصاد الجويه، الا وهي النافيجيشن اريا والمترولوجيكال اريا. بيغطي عندي 21 منطقه باللغه اللاتينيه والحروف اللاتينيه، ولكن هو مسمي لك كل الاسماء زي باكستان، انديا، سبين، برازيل. المناطق دي كلها واليونايتد كينجدم واليونايتد ستيت، كل منطقه لها اسم بس لها محتويات معينه. عندي بيتعامل مع النافيجيشن اريا ازاي وبيتعامل مع المترولوجيكال اريا ازاي، ده اللي هنشرحه كده حته بسيطه كده على الاقمار الصناعيه وعلى النافيجيشن اريا بتاعتك. لازم انت اهم حاجه تبقى عارفها في البيزكس، احنا بنعمل السيت اب بتاع الامارسات سي طبقا لمناطق الابحار بتاعتنا، فلازم ابقى فاميليار مع الاقمار الصناعيه وفاميليار مع مناطق الابحار، وده اللي هنشرحه. يلا ندخل في الحته العمليه. يلا بص معايا، احنا هنشرح الاول الجهاز بتاعنا اللي هو الجي ار سي. طبعا انت ممكن تلاقي عندك الاجهزه مختلفه، وده الطبيعي ان ممكن ميبقاش عندك نفس الجهاز بتاعي. انا الجهاز بتاعي مثلا جي يو اي 87، وده الاشهر جي ار سي. ممكن يبقى عندك فرونو، ممكن يبقى عندك جهاز تاني، ممكن يبقى عندك جهاز جي ار سي نوع تاني. ممكن البيزكس هنا واحده ولكن طريقه التعامل زي فكره الموبايلات والحاجات من دي كلها بتبقى مختلفه. فانت لازم تبقى قاري المانوالز، بس لازم تبقى فاهم ايه هي الطريقه اللي انت هتتعامل بيها في البيزك. اول حاجه عندي المحتويات بتاعته الديسبلاي والبرينتر، دي هنشرحها في حلقات الجيم دي اس نفسها، والكيبورد، ودول هم الحاجات المهمه عندي الاساسيه، وسماعه عشان الديسترس، وبوتون بتاع الديسترس نفسه، والديمر، والباور اوف، واليو اس بي ميموري. واي يو اس بي ميموري بتتعامل معاها لازم يكون السكيورتي بتاعك عامل لك عليها اكتيفيت عشان ما تعملش اي حاجه غلط، ولو مش عامل لك عليها اكتيفيت هي ممكن يو اس بي بتيجي معاه للجي ار سي نفسها، او ممكن تبقى اي يو اس بي عندك في المركب. المهم هنبتدي من اول حاجه عندنا المحتويات اللي فوق ديت. انا عندي حاجه اسمها الامارسات سي ريدي ان هو شغال، والبوزيشن جاي من الجي بي اس عشان معمول له انتجريتد، والكورس جاي لي من الجايرو، والسبيد جاي لي سبيد. فالثلاثه دول المحتويات بتاعتي. وعندي التايم يو تي سي، وعندي المسج برينتر شغاله، والريجن بتاعي اللي هو الانديان اوشن ريجن اللي انا عامل له اكتيفيت. تعال نبتدي الاول بحاجات الاي جي سي، دي المهمه اللي ممكن تاخد معانا وقت شويه. النافيجيشن اريا انا عندي 21 منطقه، فانا عايز اعمل كل منطقه هروح ابحر فيها اعمل لها انيبل او اكتيفيت حسب الاوبشنز اللي عندك. فانا مثلا منطقتي دلوقتي اللي هي المنطقه التاسعه اللي هي بيسموها باكستان، وهروح على المنطقه الثامنه، فباجي محضر المنطقه الثامنه. طب انا ممكن ما ابقاش عارف ايه هي الارقام المناطق زي اللي عندك في الصوره كده. طيب هعرفهم ازاي؟ طريقه سهله جدا. لو انت لسه بيبر وورك هتروح تعملها، لو انت برضو ديجيتاليز، واعتقد ان اغلب المراكب بقت ديجيتال، هتروح تبص ازاي وتعرف الارقام اللي هي اللاتينيه تترجمها ازاي والمناطق. بتفتح الديجيتال بتاعك بتلاقي ال 21 منطقه متغطيين كلهم كده، تمام؟ بس انا مش عارف ايه هم. هتفتح هنا على النافيج اريا بتاعتك وتعمل لها اكتيفيت، وتنزل مثلا تحت كده وتبدا تقول ادي معايا اهوت من الاول خالص. انا هبدا بلاش بالاسم، هنبدا كده بالترتيب: 1 2 3، وتحفظ بقى 4 5، وتبص هنا. طبعا المنطقه هي مثلا نقول الخمسه، نقول دي مثلا الصين اهي
اعمل لها اكتيفيت. يجي مثلا الخمسه اعمل لها اكتيفيت في الارجنتين والبرازيل. طيب نبدا نبص بقى على المناطق بتاعت الابحار اللي انا رايح لها، ولكن انا رايح في اسكندريه، رايح تركيا، ابدا ادور عليها. لو انا مش عارفها ابدا بقى الف كده معاها لحد ما احفظ الارقام. بس لو انت اسهل حاجه انك تحفظ الارقام على طول اللاتينيه ديت، وتعرف المناطق على طول من الصوره اللي قدامك كده، ادي باكستان، ادي مش عارف ايه، وتحدد اللات واللونج بتاعك وتبدا تستقبل من عليها وتعمل لها اكتيفيت هنا زي ما احنا شغالين كده. زي ما احنا قلنا هنخش على الاي جي سي ونعمل ناف اريا مترولوجيكال اريا واعمل لها انيبل، ودايما تحضرها وتكتبها في ورقه عشان تذكر نفسك بيها. دي اول حاجه. ندخل على الاي جي سي تاني. سيبك من فيكسد اريا. الريسبشن تايب، لو الشركه محدده لك بعض المعلومات في الاي جي سي ممكن تبدا تختار ايه هو اللي انت عايزه انيبل، ودي طبعا طبقا ليك او طبقا للشركه، تعليمات الشركه. نرجع البريفيوس. دايما انت هتتبع بقى التعليمات اللي هي موجوده هنا في التايب نفسه. الريسبشن تايب عملناها. الساتلايت كوستال اريا ديت ليها اوبشنز تاني احنا بنقوله، لكن عندي مثلا كوستال وورنينج تايب، انا عايز افتح ايه استقبله في الحاجات اللي هتجيني في الورنينج تايب اللي هي في النافيجيشن وورنينج تايب. الخمسه اللي تحت دول زي النافتكس كده ما بتقدرش تشيلهم. المهم عندي دول تعمل ايه الانيبل وتعمل ايه مش انيبل، دي براحتك انت طبعا، او اكتيفيت حسب الاوبشن اللي عندك. بهنا انت خلصت من الاي جي سي. تيجي عند الريسيف مود. مهم جدا تبقى عارف ايه هو الريسيف مود. يعني الريسيف مود اللي هي الحته اللي فوق دي، انت هتستقبل ايه. دايما خلي الامرسات سي. ليه؟ لان انت لو عندك الليرت متاكتف مع الامرسات سي او معمول له هنا، وده غالبا اللي هيبقى موجود، وده اللي انا بس عايز اوصله لك، لازم تسيب الامرسات سي تستقبل عشان تقدر تستقبل حاجات الشركه، وتقدر تستقبل حاجات الليرت اللي بتاع السكيورتي، وتقدر تستخدم حاجات من فلاج ستيت، او اي حد بس عايز يبعت لك ايميل على طول على هنا، وتقدر تستخدم برده الحاجات بتاعت الاي جي سي اللي هي محتويات الامرسات سي نفسها. نيجي عند اللاند ايرث ستيشن انفو، وابدا اشوفهم ايه هم. دايما بيبقوا اللي حواليا، دايما في شركات بتتعامل معاهم عشان تقدر تبعت من عن طريقهم، بيبقوا دافعين لهم فلوس وحاجات من دي وكواتس، وفي ممكن بيقول لك اقرب حاجه ليك. تمام. واقرب حاجه ليك اللي هي ممكن تبقى هتظهر لك في اول اوبشنز لما تيجي تبعت اي ايميل او حاجه من دي. بس انا اهم عندي حاجه تاكتف الامر. تاكتف الامر ازاي؟ هندخل على البريفيرد اوشن، ممكن تلاقيها بقى ليها اوبشن تاني عندك وتختار. اوعى تعمل اول اوشن ريجن. انا بحذر ليه من الحكايه ديت، لان ممكن ما يبقاش اكتيفيت للقمر الصناعي، ممكن يكون في مشكله عندك او حاجه من دي. دايما خليها مانولي احسن. طب انت عايز تعملها اوشن ريجن وانت عايز بقى الجرأه بتاعتك تبقى قويه، خد يا عم زي ما انت عايز، بس انا بقول لك لازم تبقى عارف ان ده احسن لك تعمله مانولي. فهنا خلصنا من الانفو ده. طبعا انا بتكلم على الجهاز اللي عندي بس، هو المحتويات هتبقى واحده. الديستريس دي هنشرحها في حلقه لوحدها، مش عايزين نضيع فيها وقت، بس ديت احنا عارفين ان احنا عندنا حاجه اسمها ديزيجنيتد وان ديزيجنيتد، هنشرحها في حلقه، خليها برضو لوحدها لان دي محتوى لازم ينزل لوحده. الكول لوج دي الحاجات اللي انت بتعملها مع الشركه، والحاجات اللي انت بتتبعت لك من اللاند ايرث ستيشن، وحاجات بتتبعت لك من على الجهاز والسوفت وير، فدي برضو مش اوبشن قوي ان هو الهيستوري بتاعه مش لازم استنى كل ده عليه يعني. نيجي عند الريد اوت، خلينا في الايديت دي اخر حاجه. الريد اوت عندي 3 اوبشن. لو انا عايز اقرا حاجه مثلا فاتتني وما طبعتهاش، يا اما ادخل على الامرسات سي واشوف الايميلات اللي جت ولا اشوف الحاجات اللي هي جت واستقبلها، يا اما ادخل على الاي جي سي وابدا اعمل لها اكتيفيت كده مثلا، واشوف بقى النشرات اللي جت بتاعت الاي جي سي، النافيجيشن وورنينج، الميترولوجيكال وورنينج، وهنشوف بقى نفرق ازاي ما بين التايب بتاع الميترولوجيكال وورنينج. دايما هتلاقي السايز بتاعها ده كده، بص، او هو ممكن يكتبها لك هنا على طول، هي ميترولوجيكال اهي، هتلاقي السايز كبير جدا. فانت مثلا لو عايز، معلش عشان افصل البطاريه عشان ما تزعجناش، احنا واقفين كده كده في المينا اهو، هتلاقي دايما السايز كده كبير او صغير. وطبعا عندي الارجنسي وسيفتي والبريورتي دي لازم تبقى عارفها منك من بالدراسه يعني. خلاص عرفنا الريد اوت لو انا عايز اقرا اي حاجه. نيجي بقى عشان ابعت ايميل. عشان تبعت ايميل للشركه اللي هو الشهري، او تبعت تيلكس. تيلكس طبعا النظام ده قديم قوي فخلاص بقتش حد بيستخدمه، بس بستخدم الاكسل فايل اللي هو الاوبشنز بتاعي. بعمل ايه؟ اول حاجه بسميها الاسم اللي انا عايزه مثلا، وليكن اس 14. تمام. وبدخل اول حاجه ببعت لها مثلا، احنا مثلا هنا تابعين للتكنيكال مثلا. تمام.
طبعا انا باعت لك حاجه مش تبع الشركه خالص، ودي معلومات ما ينفعش تبقى شير، وانت دايما حذر من الموضوع ده جدا. فبتعمل تو وتكتب الايميل اللي انت بعته، وتكتب تو مثلا لو انت عايز تعمله، وتو تاني، وممكن تعمل اكتر من ايميل، وبعد كده تشتغل على جود داي وتبعت الرساله بتاعتك وتعمل مش عارف الحاجات دي من هنا. بعد كده بيديك الاوبشنز ديت والكود نمبرز ديت. انا بنصحك ان انت لازم تعرفها من المانوالز اللي عندك عشان تبقى عارف الطريقه اللي انت هتتعامل معاها هنا في الكيبورد. احنا بنتعامل بالاسهم وبنتعامل بالمسطره والحاجات دي كلها، بس الاكواد بتختلف من مكان لمكان. انا ما اقدرش احفظك ده لان ده حاجه مختلفه. فانا مثلا عايز كواد فهقول F7. ممكن تكون عندك حاجه ثانيه، لازم تبقى فاكر الاسم عشان لما تروح تبعت على الترانسميت تبقى عارف الاسم. احنا كنا قلنا S14 او S12 مثلا، عامل ده وده. لو انت عايز تعمل ديليت فايل بتعمله من هنا لو الاوبشن ده موجود عندك، ورينيم فايل لو انت عايز تروح تعمل له اسم تاني، وكوبي فايل تو USB، وريموف USB، وفورمات USB. طبعا لو هتشتغل على USB وعايز تنقل الايميل او تنقل برامج او تعمل اتاتش حاجه. طيب هنروح للاهم اللي هي ترانسميت. طبعا الايميل ده ممكن يتبعت كل شهر حسب تعليمات الشركه عندك. فتيجي مثلا عند التليكس، لو عايز تبعت تليكس دي حاجه ثانيه، لو عايز تبعت ايميل اهو تدخل عليه. سبيشال كود ده لازم تبقى فاهمها، والسبيشال كود دي كل منطقه لها حاجه، وهنبقى نشرح برده السبيشال كود في لوحدها، انا عامل لها حلقه. الفايل نيم هندخل مثلا انا محضره هو S12، والمنطقه اللي هي انا الشركه بتتعامل معاها او الاقرب حاجه اللي هي فنلاند ايرث ستيشن اللي بتتعامل مع الشركه. فبقول الفايل نيم اهو S12، بضغط عليه بيظهر لي التكنيكال سبورت بتاع السات سي. كنا مره بعت له حاجه، بقول له جود داي سير ومش عارف ايه، فبيديني اوبشن هل انت عايز تبعت سند كول ولا هتستنى. لا والله ده انا لسه عايز اعمل حاجات تانية. طب خلاص استنى مش هبعته دلوقتي، خلاص اجي اعمل الغاء، او لو هبعته اجي اعمل عليه. بس خلي بالك قبل ما تبعت اي حاجه راجع اللي انت كاتبه كويس قوي. طيب انا عندي على الديسبلاي ممكن بص بيبقى شارح لي الحاجات ديت ايه هي الديسكربشن بتاعتها. لو انا مش عارف القصه دي كلها، هنا في اوبشن وهتلاقيه في كل الامرسيتس عامه اللي انا اتعاملت معاهم، هولد داون ذا شيفت كي، ابص اند بريس F1 تو ديسبلاي هيلب. فانا مثلا هعمل شيفت كي و F1 هيظهر لي الهيلب. فانا ممكن ابقى داخل بقى اشوف اتعامل مع الحاجات ازاي واقرا الحاجات لو انا ما عنديش وقت اقرا المانوال. بس انا انصحك تقرا المانوال احسن وتطلع منه خصوصا الكودينج ديت اللي احنا هنبقى نتكلم بقى ازاي تعمل تيست، وازاي تجيب مثلا رسائل، وازاي تعرف انت اكتيفيت ولا لا، وازاي تعرف البرفورمانس تيست اتعمل ولا لا، وازاي حاجات كتير المفتشين بتبص عليها. بس انا عندي حاجه مهمه عايز اقولها لك قبل ما نقفل الحلقه، ازاي تعرف المسج بتاعت المترولوجيكال. ناس كتير بتتلخبط في الموضوع ده، ومهم انك تبقى عارف. فنبقى ضفنا حاجه برضو النهارده من ضمن الحاجات اللي انا عايز اقولها في الحلقه. دخلت على المترولوجيكال دايما هتلاقيه شرح لك في الاول المسج اتبعتت من امتى، ومن لاند ايرث ستيشن ازاي، والمترولوجيكال اريا جايه من انهي منطقه، وال 24 ساعه والكلام ده كله. اهم حاجه عندي ان انت تقرا دول دايما، دي ثابته. بارت 1 هو الستورم وورنينج، بارت 2 اللي هو سيزون ووزر، البارت 3 اللي هو الفوركاست سامري او الحاجات اللي هي بتتبعت فيها. بس انا هقرا كل الكلام ده كله؟ لا. هتلاقي مثلا عندك جلف اوف عمان، مش عارف سنتينل، جلف اوف عدن، الكلام ده كله. انا عايز ايه هنا؟ مثلا ممكن تكون واضحه، في مناطق مش هتبقى واضحه فيها كده، هبين لك ازاي. لو جينا على الحته بتاعت البحر المتوسط هتلاقي دايما كاتب لك المناطق بالارقام وشرحها لك هنا اهوت، بس برضه مش بتبقى فاهم ايه ده يعني. انت مثلا رايح اسكندريه فهتلاقي المنطقه 31 33، يبقى هي دي المنطقه بتاعت الوزر اللي انت لازم تقراها وتحضر للي بعدها. لو انت رايح مثلا من 31 ل 30 يبقى خلاص من 24 23، فابقى عارف الوزر بتاعي كده. سيبك من انك ممكن تكون بتتعامل مع شركه وزر او ممكن شركه ثانيه بتتعامل معاها، لا مش ده المهم عندي. المهم عندي ان انت تبقى عارف مناطق الفوركاست تقراها ازاي، اللي هي الورنينج نفسها بتاعت الاي جي سي. طبعا الليميت عندك بتاع النافيجيشن اريا اهوت بيبقى متحدد بخطوط زي كده، والفوركاست اريا اللي احنا بنعملها ديت اللي هي بالخطوط اللي زي دي ارقام. في حاجات تانية ممكن تلاقي فيها حاجات تانية خالص مختلفه. يعني مثلا لو جينا هنا بصينا هنا مثلا هتلاقيه بص مسميها لك كلها اسماء، بس الاسماء ممكن ما تبقاش مشروحه بنفس الطريقه دي. طيب اعمل ايه انا بقى؟ لازم اقرا الاسماء بتاعتي اللي انا عايزها، اللي هي الفوركاست نفسه اللي انا عايزه منه، مش كله اقراه واست وساوش ايشن ويالو سي وخلاص. لا، ابقى معلم انا عايز ايه بالظبط واخد منه، لو عندي بالارقام او عندي بالاسماء او عندي بالطرق الثانيه المختلفه. طيب هل احنا كده شرحنا كل حاجه في الامرسات سي؟ لا طبعا، ده لسه في حاجات كتير عايزين نقولها. التست بيتعمل ازاي، الاوبريشن بيتعمل ازاي، المفتشين بتبص على ازاي، اللوج بيتعمل ازاي، البرينتر هنتعامل معاها ازاي. كل الكلام ده كله هنتعامل برضه في حلقات الجيم ديسيس. بس انا النهارده
اديتك حاجات عملي كتيره جدا، البيزكس اللي انت هتلاقيها في كل الاماكن، وازاي تجيب النافيجيشن اريا، وازاي تبص على الساتلايتس اللي انت عليها، وازاي تعمل لها اكتيفيت. هنبدا نعرف الكودينج والبرفورمانس تيست بتاعه، ونعرف التيست بتاعه، ونعرف الديستريس بتتبعت ازاي، والكانسليشن بتاعت الديستريس. كل ده هيجي الايام اللي جايه، وكمان في حاجات كتيره حلوه هتتقال، مش كل مره واحده، لان ممكن الحلقه توصل 40 دقيقه ساعه اكتر، مش معقوله يعني اشرح لك الامارسات في 10 دقائق. ده كده ايه، حاجه كده في السريع. ما تنساش تعمل لايك وتكتب تعليق حلو، وتشير الحلقه على قد ما تقدر. حلقات العملي الموسم الجديد، موسم البحر. السلام عليكم ورحمه الله.